الخضر أصبح كابوس. لم يكن أشد المتشائمين من محبي الكرة الجزائرية يتخيل أن يطير حلم استضافة الأمم الأفريقية 2017 ويتحول إلى كابوس بعدما خطفت الجابون ورقة الترشح وسط الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن الجابون استضافت البطولة منذ 3 أعوام فقط مناصفة مع غينيا الاستوائية، بينما كان أول وآخر استضافة جزائرية للبطولة قبل ربع قرن بالتمام والكمال. منذ عدة أشهر أعلن عيسى حياته رئيس الاتحاد الأفريقي الكاف أن حظوظ الجابون هي الأوفر، لكن أبناء الجزائر لم يلقوا بالمنديل وعملوا وقتها على تعزيز فرصهم واستغلوا استضافة الجزائر للقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي ووفاق فبراير الماضي لتفعيل ذلك. وبالفعل استضاف رئيس الوزراء والوزير الأول عبد المالك سلال عيسى حياته في مكتبه الخاص، وأيضا أعلن هاني أبو ريدة انسحاب مصر من الترشح للاستضافة ودعم الملف الجزائري. ومنذ ذلك الحين وحتى الأيام القليلة الماضية شهدت الكواليس أمور عديدة بين كل الأطراف المعنية، لكن في النهاية لم يتغير في الأمر شيء، وفازت الجابون بالاستضافة رغم التأكيدات بأن الأمور لم تسير بشفافية. ومن المؤسف أن البطولة ستغيب عن أراضي الشمال الأفريقي لنحو 20 عاما، حيث كانت آخر استضافة في بطولة 2006 بمصر، وبعد ظروف ليبيا واعتذار المغرب عن استضافة البطولة الأخيرة بات الأمل الكبير في الجزائر قبل أن يخرج حياته لسانه للجميع ويعاقب عرب إفريقيا بعدما اشتكى كثيرا من هجوم دول المغرب والجزائر وتونس عليه، ووصل الأمر بينهم إلى المحكمة الرياضية. ويبدو أن حياته يسير على خطى أستاذه الكبير بلاتر الذي يتربع على عرش الفيفا إلى ما لا نهاية، وأي منافس له يكون مصيره الضياع أو الاستسلام بالخسارة، وهو نفس ما يفعله عيسى حياته، أو بالأحرى عيسى مدى حياته، الذي يحلو له البقاء على عرش الكاف إلى أن يشاء الله. من جانبهم صب الجزائريون جم غضبهم على المسؤولين هناك، وبالتحديد محمد روراوة والوزير محمد تهمي، ووصل الأمر إلى مطالبتهم بالتخلي عن مناصبهم، خاصة وأن منتخب الخضر طوال تاريخه لم يفز بالبطولة، إلا في أرض الجزائر، حتى رغم تصدره الترشيحات في البطولة الأخيرة، إلا أنه كالعادة خرج بخفي حنين، وكان الجمهور يأمل في استغلال الجيل الحالي للكرة الجزائرية للفوز باللقب على أرضه ووسط جمهوره قبل أن تذهب أحلامهم أدراج الرياح. أما أطرف ما ذكره أحد الجزائريين هو لعنة ملعب مصطفى شاكر الذي طالما كان شاهدا على سعادة الجزائريين منتخبات وأندية في كل البطولات، وفي النهاية لم يتم اختياره ضمن الملف الجزائري، مفضلين عليه ملاعب ما زالت تحت الإنشاء.